السلام عليكم. خلصنا من افضل مسلسلات السنه وافضل افلام السنه، وجه دور الاعمال اللي انا متحمس لها في السنه الجديده 2025 واللي اوريدي عدى منها اسبوعين، فاحنا متاخرين جدا انا عارف، ولكن هنعمل ايه؟ طيب يعني هنعمل ايه؟ المهم ان في القائمه ديت انا هقول الافلام اللي انا متحمس لها والمسلسلات اللي انا متحمس لها. مش هجيب كل العناوين اللي هي المفروض هتنزل وانا اقعد نقولها كده بقى من يناير لديسمبر، فعشان كده قول لي انت برضو الاعمال اللي انت متحمس لها تحت في الكومنتات، ويلا بينا نبدا. نبتدي بالافلام، وعندنا في يوم 7 مارس فيلم ميكي 17 واللي اتاجل 100 مره، ولكن اخيرا هنشوفه. الفيلم خيال علمي وقصته عن شخص بيتم استنساخه اكتر من مره عشان يعمل مهمات انتحاريه، ولكن في مره كده الموضوع مش بيظبط وبتقلب بمشاكل. الفيلم من اخراج المخرج الاوسكاري مخرج فيلم باراسايت بونج جون هو، والفيلم برضه كمان من بطوله روبرت باتنسون، توني كوليت، وستيفن يون، ومارك رافالو. في تاريخ 20 يونيو عندنا فيلم الرعب والزومبي، فيلم 28 years later، واللي هيكون بداية لثلاثية جديدة في نفس العالم ده. وطبعا انتوا فاكرين يعني 28 days later والسلسلة ديت بصراحة من أجمد أفلام الرعب والزومبي تحديدا اللي شفتها. والفيلم دوت هيبدأ بقى ثلاثية جديدة زي ما قلت لك، والفيلم من بطولة جودي كومر والواد ده اللي اسمه ارون تايلور جونسون ورالف فينس. وما تتحمسوش قوي، كيليان مورفي مش هيظهر في الفيلم ده. عندنا في 11/7 هينزل اكتر فيلم انا متحمس له في السنه كلها، وهو فيلم سوبرمان، بدايه الدي سي يو او عالم دي سي الجديد. واتكلمنا عن الفيلم ده بما فيه كفايه في فيديو الرياكشن والتحليل، هسيبه لك في الديسكربشن. وفي نفس الشهر بس يوم 23 عندنا فيلم فانتاستيك فور، واللي هيقدم الفانتاستيك فور لاول مره في عالم مارفل السينمائي الام سي يو يعني. وانا متحمس جدا للفيلم ده لان الكاست بتاع الفيلم ضخم جدا. عندك بيدرو باسكال، جوزيف كوين، فانيسا كيربي، وايبون موز باتراش، وغيرهم كتير لسه مستنيين لحد دلوقتي الاعلان الاول للفيلم. وفي تاريخ 8/8 واللي هو بمناسبة عيد ميلادي يعني، عندنا فيلم المخرج بول توماس اندرسون الجديد، واللي هيكون بطولة ليوناردو دي كابريو. الفيلم ما اعرفش اي حاجة عن قصته، ولكن انا متحمس جدا لان بول توماس اندرسون بيعرف يطلع افضل ما في الممثلين اللي بيشتغلوا معاه. افلامه تشهد على كده، وليوناردو دي كابريو محتاج حد ينقذه من الادوار اللي هي تعتبر مش ناجحة بالنسبة لان هو يعني دايما عليه انتقاد في اخر كام دور اختارهم. وعنوان الفيلم هو ذا باتل اوف ذا باكتين كروس. وفي اكتوبر عندنا فيلم السيرة الذاتية لمايكل جاكسون، واللي هيكون بعنوان مايكل، واللي هيقوم بدور مايكل جاكسون هو ابن عمه في الحقيقة جعفر جاكسون، واللي هينضم له في الكاست كمان وبطولة الفيلم كولمان دومينجو ومايلز تايلر. انا متحمس جدا للفيلم ده، يقال عنه انه اضخم عمل في تاريخ شركة يونيفرسال كلها. ولكن يعني مايكل جاكسون، مع ان انا بخاف من الراجل ده شويه، ولكن حياته تستحق ان احنا نشوف فيلم عنها ويظهر لنا الخبايا اللي كانت في حياته. اما في ديسمبر عندنا عوده جيمس كاميرون من جديد بجزء جديد من افلام افاتار، واللي هيكون بعنوان فاير اند اش. وانا متحمس جدا للفيلم دوت، ومتحمس اشوف ازاي جيمس كاميرون هيبين لنا بحاجه جديده ومختلفه عن الجزئين اللي فاتوا. اما بالنسبه للافلام اللي هتنزل في 2025 ولكن ملهاش ميعاد محدد، فعندك فيلم بيكي بلايندرز، واللي هيكمل قصه توماس فاكين شيلبي، واللي هينضم للكاست في الفيلم دوت ريبيكا فيركسون وباري كيوغان. والمطمئن شويه ان الفيلم ده مش هيطلع حلب، ان كيليان مورفي قال ان هو وافق على الفيلم عشان احنا محتاجين نكمل القصه، مش يلا بقى نعمل فيلم ونكسب فلوس، مع اني برضه انا بخاف من الجمله دي يعني. وفيلم فرانكنشتاين، واللي اكيد قصته عن فرانكنشتاين يعني صح كده معانا يعني. الفيلم من اخراج المخرج جوليرمو ديل تورو، ومن بطولة جيكوب ألوردي وميا جوس وأوسكار آيزك وكريستوفر وولفز. كاست ضخم جدا، والمخرج ده عبقري ومخرج أوسكاري يعني وعظيم وحاجة ما شاء الله. ومستني نشوف هيقدموا القصة المكررة دي ازاي يعني، كان أنا متحمس بصراحة. نخش بقى على المسلسلات، وعندنا في شهر فبراير الموسم الثالث من مسلسل انفينسيبل، واللي اخيرا ابتدوا بقى ينزلوا موسم بموسم يعني كل سنه بقى، عشان احنا اصلا بنتعب يعني. المسلسل ده انا بعشقه، رغم ان الموسم الثاني كان اقل سيكا من الموسم الاول، ولكن انا ما زلت متفائل ومتحمس فشخ، وانا بعشق العالم ده. ويلا بقى يعني هنشوف الحلقه الاولى ان شاء الله في 6 فبراير. ومن 4 مارس عندنا عودة دير ديفل أخيرا بمسلسل دير ديفل بورن أجين، واللي أتمنى إنه يكون بنفس مستوى المواسم اللي فاتت، ومارفل ما تخيبش قبلنا في المسلسل ده. والمسلسل ده أجمل حاجة فيه عودة كل الحبايب بقى، بانشر وفيسك وماري وكله يعني. وفي إبريل عندنا الموسم الثاني من مسلسل ذا لاست اوف اس، والموسم ده هيكون 7 حلقات بس. وبصراحة الموسم الأول كان مبالغ فيه جدا، وتقييماته كانت مبالغ فيها بشكل مش طبيعي، وكان اوفر ريتد، ويعني كان حلو، بس يعني انا مستني افضل في الموسم الثاني بصراحه.
وفي شهر 6 المسلسل المحبب الى قلبي مسلسل ذا بير والموسم الرابع، وعايزين بقى ايه نكسر الجولدن جلوب والايمي زي كل سنه بقى. وفي اغسطس عندنا مسلسل بيس ميكر الموسم الثاني، وبصراحه انا عجبني فشخ الموسم الاول من بيس ميكر، موتني ضحك وانا حابب جدا الاجواء دي. عندنا برضو في الصيف ختامية سترينجر ثينجز والموسم الخامس، وبصراحة أنا مش مستعد، فخلي المسلسل ده يطول زي ما هو عايز، مش عايزين نشوفه دلوقتي. ونتفليكس برضو شغالين على الموسم الثالث من سكويد جيم واللي هينزل السنة دي، ولكن بدون ميعاد محدد برضو الموسم الثاني من مسلسل جيم في. وأخيرا مسلسل A Night of the Seven Kingdoms واللي هيكون مشتق من عالم جيم اوف ثرونز، والمسلسل ده أنا متحمس له جدا ولكني خايف من اللعب بتاع HBO. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندنا النهارده، الافلام والمسلسلات اللي انا متحمس لها. يا ريت تسيب لي القائمه بتاعتك تحت في الكومنتات، وما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك، عايز تشوفني تاني اعمل سبسكرايب، عايز تشوفني تاني وتالت اعمل فولو على مواقع التواصل الاجتماعي، وايه سلام عليكم.